قال لي انه داخل في مسيره الليمبي. قلت له ازاي؟ قال لي انه كل ما يتقابل في تكريم، في فرح، في برنامج، يقول يا صيع. قلت له انت صح ومش صح برضه. انت تاني يا عم اسمع بس. محمد ثروت ما يصحش يتقارن المقارنه دي من اساسها. تعالى لمحمد سعد مثلا كممثل. محمد سعد فنان لا يختلف عليه اتنين في الكوميديا والتراجيدي وفي اي حاجه يعملها، وفي اي حاجه عملها. ولو اتكلمنا في تاريخ فحدث ولا حرج. الليمبي، بوحه، اللي بالي بالك، تتح، والكنز، وقبل كده الطريق الى ايلات، وكذا اعمال تانية كتير. لكن محمد ثروت كما قلنا من قبل ما عملش ادوار معلمه غير زئرو وجميل. صح، يبقى المقارنه من اولها غلط. بس انت عندك حق ان محمد ثروت ما بيسعاش انه يطور من نفسه ويعمل ادوار تعلم. هتقول لي الله، وانت مش قلت ان مش لازم يعمل كل شخصيه زي محمد سعد؟ اولا بص يا صاحبي، اللي محمد سعد بيعمله ده مدرسه صعبه على اي ممثل بالنسبه لنا في مصر ان حد يعرف يقلدها زي محمد سعد. واسال اي حد من معهد الفنون المسرحيه قول له اللي محمد سعد بيعمله ده بالنسبه لك ايه، يقول لك دي حاجه اسطوريه صعبه جدا. بس انا بتكلم على الاعمال مش الادوار. يعني مثلا طلعت زكريا الله يرحمه كان معظم ادواره او اعماله اللي كان بيطلع فيها دايما بتلاقي افيه او اتنين معلم معاك، صح ولا انا غلطان؟ وتقدر تذكر اكتر من افيه او دور. يا عم نروح بعيد ليه؟ مصطفى غريب مش يعتبر من الجيل الجديد؟ الناس حابه الكوميديا بتاعته جدا مع ان نفس الشخصيه والافيهات بتاعته في كل الافلام، او انت عارف مدرسته في الافيهات هتبقى ايه، وفي نفس الوقت بتضحكك. صح. لكن محمد ثروت بقاله اكتر من سنه هي نفس ردود الافعال والافيهات. ساعات بتضحك لكن ساعات كتير ما بقتش تضحك. ده غير الادوار اللي ملهاش لازمه كتير.